بص يا احمد، انا عايز اقول لك على حاجه يا احمد، والله كلمتين يا احمد. كلمتين دول ايه يابا؟ اتكلم انا سامعك. ما انت عارف يا ابني ظروفي صعبه يا ابني، وانا عايز اشتغل وانت في ثانويه عامه ولازم اقف جنبك. انا بشتغل يوم و10 انا لا. اشتكيت في حاجه يابا؟ ما انا بخلص المدرسه وبروح اشتغل وبساعد نفسي. اعمل ايه طيب؟ واحد صاحبي يا ابني جاب لي شغلانه يا ابني، وهنقعد فيها شهرين عشان اساعدك يا حبيبي. خد الفلوس دول خليها معاك يا ابني. فلوس؟ فلوس؟ يابا انا مش عايز فلوس، انا عايزك انت يابا، ما تسيبنيش. سلام يا احمد، خلي بالك من نفسك يا احمد. ما تسيبنيش يابا. سلام يا احمد. يابا ما تسيبنيش يابا، انا مش عايز احنا فلوس. هنتفسح فين النهارده؟ بس المشكله يا اخي ان انا معيش فلوس. على فكره يا صاحبي، انا معايا فلوس بس ما اقدرش اصرفها. ما تصرفها يا عم، خلينا نتفسح. في ايه مالك؟ يلا بينا. الفلوس دي واخدها من ابويا من 6 سنين، عطاها لي وجاي قال لي انا هروح اشتغل شهرين مع واحد صاحبي وحاجه، ومن 6 سنين محتفظ بيها وما رضيتش اصرفها، ومستنيه لما يجي اديها له واقول له يابا انا بشتغل وبعتمد على نفسي، انا مش محتاج فلوس. يا عم اصرف دلوقتي ولما يجي ابوك يحلها الف حلال. 6 سنين، يلا بينا يا عم يلا. روماني عايزك. يا معلمي عامل ايه؟ مفيش اي مصلحه معاك؟ الدنيا بقالها فتره مقشفره معانا. مصلحة حلوة وطرية وفيها حسنة حلوة، شنطة هتوديها، بس لازم واحد يبقى معاك وحاجة اوبشن. حلاوتك، بس لازم واحد معايا. موجود. فكر ورد عليا وعلى تليفون. الو. تمام، انا معايا مصلحه لو اتنفذت هتبقى ايه؟ هنتنغنغوا منها انا وانت. مصلحة ايه يا صاحبي؟ معايا راجل كده، راجل حلو كده على كيفك، هنوصل شنطه. الموضوع بسيط يعني يا احمد. شنطة؟ يبقى اكيد حاجة فيها عنا. يا عم قله ايه دي؟ قوام مصلحه على السريع وكل واحد يطلع له بملمين حلوين. لا يا عم، انا ماليش في الحرام، انا الحلال مش عارف اعيش بيه لما اعيش بالحرام. لا يا صاحبي مش سكتي، انا بصراحة ماليش في الحرام. انت عيل فقري. انا مش عارف دلوقتي بقى اقول ايه للمعلم دوت. يلا زي ما ترسي يا معلم. بصراحه انا مش عارف اقول لك ايه. من الاخر كده ما لقيتش حد يجي معايا. نعم. وانت كنت بتدور على واحد تلعب معاه السغمايه ولا حاوريني يا كيكه؟ ده انت بان عليك الغبار اللي بتضربه بوظ دماغك، غبار مغشوش. اديني فرصه تانية صغيره حتى معلم بس، وانا هشوف واحد تاني غير الخايب اللي انا اعتمدت عليه ده. لا فرصه ولا كحكه. يلا يا حبيبي. الله يسامحك يا احمد، ضيعت علينا المصلحه. يلا. هي ناقصه عيال؟ ايه شغل العيال ده؟ كانت كوميلاف. السلام عليكم. هو ده بيت ابو احمد؟ هو. انت مين؟ على فكره احمد ده صاحبي. طب ممكن تنادوني يا ابني؟ يا احمد يا احمد يا احمد. ايه؟ في واحد عايزك. ماشي جايلك بسرعه. فيار روماني، مالك يا عم؟ في واحد بيسال عليك يا احمد. ده مين ده؟ احمد ابني. ابنك مين يا عم؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا ابوك يا احمد، وانت نسيتني؟ ابويا؟ انا ابويا بقالي 6 سنين ما شفتهوش، نسيت شكله اصلا. انا رجعت لك يا حبيبي، وانا قلت لك فعلا شهرين وهرجع، بس صاحب الشغل ما رضاش يديني حقي وضربته وعملت له حجز وخد 5 سنين. انا خدت 5 سنين سجن يا احمد. فلوس ايه يابا؟ يعني انت رحت اشتغلت عشان خاطر الفلوس؟ ما احنا كنا عيشتنا حلوه هنا، وعامة اهي الفلوس اللي انت عطيتها لي محتفظ بيها من 6 سنين عشان تبقى ذكرى، وكنت مستنيك عشان ترجع عشان ارجعها لك واقول لك ان انا بشتغل وبحافظ على نفسي. والله يا احمد بقيت راجل يا احمد، بقيت اعتمد عليك. واللي ما تعرفوش يا ابني، اللي انا كنت رايح اشتغل يا ابني عشان خاطر اعمل لك مستقبلك، بس المكتوب يا ابني هنعمل ايه؟ مفيش حد يهرب من مكتوبه. على العموم يابا نورت بيتك،
نورت بيتك يابا. احمد حبيبي